إيه الفرق بين كلمة متلازمة وكلمة مرض؟ وليه أوقات بنستخدم الكلمة دي وأوقات بنستخدم الكلمة التانية؟ يعني إيه مرض؟ المرض هو حالة طبية لها سبب محدد وأعراض وعلاج، وهو حالة غير طبيعية بتحصل في الجسم أو في عضو معين وبتسبب تغير في الوظيفة بتاعته، وبيكون عنده سبب معروف زي فيروس أو ممكن يكون السبب وراثي أو من بكتيريا أو خلل في الجهاز المناعي أو حتى نقص فيتامينات. أهم حاجة في المرض إنه عنده سبب واضح وعنده أعراض محددة، وفي الغالب عنده علاج، وغالبا بنتأكد منه عن طريق تحاليل أو أشعة. من الأمثلة على الأمراض الأنيميا والملاريا اللي سببها طفيلي، والسكر اللي بيحصل بسبب خلل في الأنسولين، والضغط اللي بيبقى خلل في تنظيم ضغط الدم، والتيفويد من بكتيريا السالمونيلا. طب يعني إيه متلازمة؟ المتلازمة هي مجموعة أعراض بتتكرر مع بعض بشكل نمطي حتى لو السبب مش دايما معروف، ومش شرط يكون تغير عضوي واضح، وساعات بتكون وراثية وساعات بتكون ناتجة عن أمراض تانية وساعات بتبقى من غير سبب واضح. من الأمثلة على المتلازمة: متلازمة داون بسبب خلل في الكروموسومات، متلازمة تكيس المبايض، ومتلازمة القولون العصبي اللي بتبقى أعراض في الجهاز الهضمي بدون تلف واضح، ومتلازمة ترنر بيبقى عيب وراثي بيأثر على البنات. الخلاصة: المرض حالة سببها معروف زي فيروس أو بكتيريا، وبيكون في خلل واضح في الجسم وعلاج محدد. والمتلازمة مجموعة أعراض بتظهر مع بعض بس السبب دايما مش بيبقى معروف، ومش شرط يبقى فيه علاج مباشر ليها. يعني المرض مرتبط بسبب محدد زي فيروس أو بكتيريا أو خلل هرموني، والمتلازمة مرتبطة بنمط الأعراض زي مثلا مرض الإنفلونزا اللي بيبقى بسبب فيروس وله أعراض وله علاج. متلازمة القولون العصبي اللي هي مجموعة أعراض وسببها غير واضح. في بعض الحالات المتلازمة بتبقى جزء من مرض زي الميتابوليك سندروم اللي هي مجموعة عوامل بتؤدي لمرض السكر والضغط. وساعات ممكن مرض معين يسبب متلازمة زي مرض نقص المناعة المكتسبة الإيد، وهو متلازمة أمراض ثانوية. طب ليه لازم نفهم الفرق؟ عشان نفهم التشخيص الطبي، وعشان نقلل الخوف خصوصا في المتلازمات الجينية زي داون، عشان نعرف نتابع العلاج أو الدعم المناسب. كده عرفنا الفرق بين المتلازمة والمرض. المرض له سبب وأعراض وعلاج، والمتلازمة مجموعة أعراض مرتبطة. السبب مش دايما بيبقى واضح. إنك تفهم الفرق مش بس بيريح دماغنا، ده كمان بيساعدنا ندي دعم حقيقي للمرضى. لو الفيديو ده وضح لك المعلومة اعمل لايك وشارك الفيديو، لأن في كتير لسه متلخبطين في الفرق. وما تنساش تشترك في القناة.